السلام عليكم حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال بمناسبة كاس العالم والنجاح والفوز. حبيت اعمل لكم وصفة سهلة تسليكم وانتوا بتتفرجوا وتستمتعوا. دانت البيتي احسن من الجاهز بكتير، بمكونات سهلة وبسيطة ان شاء الله ومتوفرة في البيت عندك. على نار هادية هنجيب نص كوباية سكر، ربع كوباية مية بمقام 3 معالق مية، هندوبهم على النار على نار هادية. تمام، على نار هادية وايدك فيها، واول ما تغلي معاكي زي ما انت شايفه وهتديكي اللون. هقولك السر اللي محدش عمره هيقولك عليه: لبن الشركات، اي نوع لبن، مش لبن جاموسي ولا بقري، لبن الشركات اللي هو خالي الدسم اللي في العلب، اي نوع لبن شغال. هتجيبي كوبايه، هتجيبي اللبن وتغليه، هتاخدي منه كوبايه يكون دافي. تمام، كوبايه يكون دافي، وهتحطيه على النار. خلي بالك الخليط والنار تكون هاديه، وايدك بالراحه كده عشان ما تتلسعيش. بصي زي ما انت شايفه كده، لبن الجاموسي او البقري، الانواع دي هتقطع معاكي وهتبوظ معاكي الوصفه. انا بقول لك اهو تاني، لبن الشركات اي نوع. هنكمل بقيه وصفتنا. هتحطي مكعبين شوكولاته بيضه، اي نوع شوكولاته بيضه عندك عشان تديكي نفس الطعم ونفس التيست. تمام، هنكمل بقيه وصفتنا برضو. وهتجيبي نص كوبايه لبن من اللي احنا جبناه اللي هو الشركات، هنجيب منه نص كوباية، هنحط معلقتين نشا صغيرين هرميين، هندوبهم كويس جدا ونحطهم على الخليط وهو بيغلي. اول ما يغلي معاكي هتقلبي، اول ما يغلي معاكي هتطفي وتروحي صب على طول. تمام، هتسيبيه بس في التلاجة ساعة، ساعة واحدة هيربط معاكي ويبقى سهل وبسيط وطعمه تحفة. لو عجبك الفيديو لايك واشتراك وكومنت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.